انذارات. خلينا نروح لبعض الحالات التحكيميه النهارده اللي تكشف التحكيم ماشي في بلدنا ازاي. خلينا نتفرج. انذار مستحق، ما عندناش مانع، ادي الانذار زي ما انت عايز. ده انذار، اوكي، ده انذار، تمام، خلاص ماشي، حقه 100%. 100% اعاقه للاعب، رغم ان ده حصل كتير في ماتشات اخرى بدون انذارات، ما فيش مشكله. تعال نشوف دي. ايه دي بقى؟ برضه زيها، بس دي من غير انذار. ادي واحد، ادي ده جهاد جريشه، ادي دي زيها. بص الايد بتشد الايد، هي بس دي من غير انذار. تعال نشوف دي. وائل جمعه مخالفه عنيفه بانذار، حقه ولا ما عندناش تلت التلاته كام. تعال نشوف اللي بعديها. بص برضه دي كانت تستحق، برضه بدون انذار، وفي اعتراض كمان. يعني دي لعبه ممكن فيها طرد. بص ممكن فيها طرد، دي مرت بدون انذار. ده جهاد جريشه، دي حكام بلدنا. انا ما بقولش ما تديش، ادي انذارات، بس ادي انذارات بعدل، ادي انذارات. هنا لمسه يد، انذار مقصوده، يعني انت حقك رغم ان هي 3 ياردات لكن مقصوده، اوكي ادي انذار، ما عندناش مانع ولا تفرق معانا. على فكره جهاد جريشه طرد بركات ابو. ايه دي ليه ما فيهاش انذار؟ الله، ايه في ايه يا جماعه؟ ما هي ما بركات اهي. ايه دي رايك يا كابتن؟ لا هو طبعا في حاجات هو ما وفقش فيها، يعني طب هو كل عدم التوفيق لا في اتجاه واحد؟ لا هو طبعا في عدم التوفيق دوت. تعالى لي في دي. ارجعوا شويه. شفتوا 3 ألعاب كربونه، هنا انذار وهنا مش انذار. دول ولاد البطه السوداء عشان حسن حمدي رئيس النادي ضعيف، ودول مفيش انذارات عشان في ناس بتجيب لهم حقهم، في ناس قاعده تقدر تجيب لهم حقهم. دول انذارات، دول لا. تعال نشوف الطرد بتاع وائل جمعه. بص وائل زقه لسيد معوض، عينك ما تتحسبش. وائل جمعه يعمل فاول، لا طرد، انذار طبعا، حقك. وائل عامل فاول بانذار. انما طب ما اللعبه فاول طبعا في الاول، لا يفوت الفاول، يفوت. وليه بقى؟ لان بص وائل جمعه واخد الانذار عامل ازاي يا كابتن، ولا في اعتراض ولا في قله ادب. لو فرقه تانية كانوا كلوه، بص اتزق في ظهره، عينك الزقه بايده اليمين في ظهره. بص الحكم فين يا كابتن؟ انا الصوره دي تهمني. بص الحكم فين؟ شايف. اوعى حد يقول لي مش شايف، اصل هو مش شايف، اصله معذور، اصل زاويه. بص ايد اليمين عملت ايه؟ ودته. روح يا سيد، ايده اليمين ودته، وايده اليمين مفروده عشان تتيح النظر لاي واحد انه يعرف ان الايد اليمين زقت. انما تعدي بعديها باقل من ثانيتين طرد. ايه ده؟ ليه الفجور ده؟ ليه ما يراعيش ربنا؟ تعالوا نشوف اللعبه اللي بعديها. كل ده في ماتش واحد. شفتوا ابو جريشه وهو بيعترض، ما خدش انذار، واعتراضات من هنا وهنا على فكره، ما خدش. لسه عايز اوريك حاجه يا كابتن. تعالوا شوفوا اللعبه اللي جايه. احنا بنلعب في الوقت بدل الضايع، كره مع النادي الاهلي. ده الاوفسايد، ده النكته بقى لا هي بعيده. انا مش قادر اضحك. لا طبعا انا مش. بص فين عبد الله السعيد؟ حسب اللي هو وعماد متعب ما فكرش في عبد الله، العكس، هو المفروض الكره مالهاش علاقه بعماد. الولد لعبها برجله الشمال لاقصى الملعب، وبعدين المساعد ينتظر يشوف مين هيلمس. خد بالك مين هيلمس. شوف الكره، بص عبد الله ياردتين في نص ملعب النادي الاهلي. احنا لازم، ده القانون اتغير، انت مش عارف كده يا كابتن؟ طبعا لازم بقى دلوقتي. لا القانون الجديد بتاع عصام صيام، لعيب الاهلي يبقى متسلل من منطقه جزائه. اي لعيب من منطقه جزاء الاهلي هيبقى متسلل. لازم لعيبه تتعلم على كده. امشوا بقى. الكره راحت الراجل اللي كان هناك خالص. نشوف اخر لعبه. ادي ايه؟ نشوف اخر لعبه. بص ايه ده؟ ايه رايكم؟ رايح يعمل ايه ده بقى؟ يوقف اللعب ليه؟ بركات رايح لوحده 100%. 100%. عيدوها لي تاني، انا ما يهمنيش المنظر السخيف ده. بصوا الكرة، بصوا بركات
بصوا بركات مين قدام بركات؟ شارع يا كابتن. مفيش حد خالص، مفيش حد خالص رايح بيوقف اللعب ليه؟ على الحكم، خد القانون على الحكم ان يمسك عن تنفيذ العقوبة اذا رأى في تنفيذها مصلحة للفريق المخطئ. زي الموقف ده رايح يلعب في الجابون، اللي مش عارف القانون على الحكم ان وده ايه؟ انذار اعتراض. يا ريت انذار فيها خشونة، يا ريت، ويقدر بعد ما اللعب يستمر يقدر يرجع تاني ويقول له تعالى يا ابني عندك انذار. توقف اللعب ليه؟ تحرم النادي الاهلي من هجمه واعده جدا ليه؟ واحد يمنع بتسلل اللعيب في نص ملعبه، واحد يمنع عشان يروح ينزل. معانا على الهاتف ضحيه الحكام المصريين الاول كابتن وائل جمعه. اهلا يا كابتن وائل. ازيك يا دكتور علاء؟ ازي حضرتك؟ تحياتي الكابتن انور سلامه. الله يخليك. السلام يا كابتن انور. اهلا بيك يا وائل، ازيك؟ ده الطرد نمره 5 ولا اكتر يا كابتن؟ والله انا تعبت يا دكتور علاء بصراحه، يعني الحكام المصريين بيعملوه زي ما حضرتك شايف كده في الدوري، وبالذات معانا احنا يعني. ما تزعلش مني يا كابتن وائل، ما عندكوش اداره. انت الكلام ده مش هيعجبك زي ما بيعجبش كل الناس المنتمين للنادي الاهلي. انتوا ما عندكوش اداره. انتوا لو في اداره حكام اجانب لكل ماتشاتكم انت عمرك حكم اجنبي طردك؟ يا ريت بس يا دكتور العداله اللي هم بيتكلموا عليها دي تطبق على كل الفرق. لا انت شفت امبارح احمد حسن ضرب بالشلوط. انا عايزكم تجيبوا لي اللعبه بتاعت احمد حسن بتاع امبارح من فضلكم. وامبارح 4 لمسات يد، منهم واحده ضربه جزاء ومنهم واحده اتحسبت اندايركت. ليه الزمالك جوه منطقه جزاء المقص، جوه منطقه جزاء تليفونات؟ والله يا دكتور يعني يعني الحكام بتوعنا يتعلموا، بس مش هقول لك من الحكام الاوروبيين، يتعلموا من حكام افريقيا. بس الكوره دلوقتي يا دكتور زي ما حضرتك بتشوف وعارف، كرة لعبة رجاله مش كرة لعبة حريم. لازم يبقى فيها احتكاك ولازم يبقى فيها خبط وزق وشد وكلام، انما يعني ما بيوصلش الدرجه اللي هي الحكام بتوعنا بيتعاملوا بيها دي. يعني لا يا وائل، في قانون بيطبق على لاعبي النادي الاهلي وفي قانون اخر. انا عرضت، مش عارف انت شفت معايا ولا لا، الفاول اللي انت عملته محسن ابو جريشه عمله ما خدش عليه انذار. الشده اللي عملها احمد السيد عملها الباك بتاع الاسماعيلي ما خدش انذار. لمسه اليد اللي عملها بركات عملها احمد علي وما خدش عليها انذار. هم 3 العاب هم وفي نفس الماتش ونفس الحكم. والله يا دكتور انا بيصعب عليا اللي الحكام بيعملوه معايا انا شخصيا كمان. يعني انا العب 18 ماتش في كاس افريقيا 3 مرات ورا بعض ما اخدش انذار، وباجي في الدوري المصري هنا بطرد مثلا بالمرتين 3 انذارات، زي ما عايز قول كل موسم مثلا 10 انذارات. الواحد بيصعب عليه والله اللي بيشوفه من الحكام المصريين دول، وتيجي تعترض او تتكلم هيقول لك لا ده انتوا الحكام وبتعملوا ارهاب للحكام. زي ما حضرتك بتعرض حالات وبتشوف، يعني الواحد بصراحه يعني مش عارف يقول ايه في المواقف دي. والله انت تدعي ان ربنا يخلصكم وتقوم ثوره على الحكام الفاسدين اللي افسدوا الدوري المصري واللي افسدوا الكوره في مصر واللي افسدوا المتعه في مصر. كويس النهارده ما كانش فيه جمهور، الحمد لله، عشان المساله تمر بسلام. يظلمون ويعدل الله والله خير العادلين. شكرا كابتن وائل جمعه. اكثر لاعبي مصر في ألعاب الحكام وقرارات الحكام، سبحان الله سبحان الله.